السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث. العناوين: إخماد حريق داخل شقة في أوسيم دون إصابات. بعد قليل نظر دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة ب10 ملايين جنيه. استئناف المتهمين بقضية وفاة السباح يوسف علي حبسهم 3 سنوات بعد قليل أول جلسات محاكمة نجل ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة. عرض جثمان عامل ضحية زميله بسبب خلافات مالية في المنوفية على الطب الشرعي. اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ونجلها في المنوفية. الجنايات تنذر جاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل بيسوس ووالده. نظر أول جلسات محاكمة ابن أحمد حسام ميدو لحيازة مواد مخدرة بعد قليل. رحلة الموت في كريستال ميس كيف يواجه الأمن أخطر أنواع المخدرات التخليقية. كنت بمشي أدور على عربية سهلة اعترافات لص محتويات سيارات في فيصل. نظر محاكمة 17 متهم بخلية الهيكل الإداري خلال ساعات. رادار المرور يلتقط سيارة تسير بسرعة جنونية في 24 ساعة. حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته. نظر محاكمة متهمة اليوم الحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها في الجيزة. إليكم التفاصيل. إخماد حريق داخل شقة في أوسيم دون إصابات. اندلع حريق داخل شقة سكانية في منطقة أوسيم على الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة تحقيقات. غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكانية في أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقضن الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. استئناف المتهمين بقضية وفاة السباح يوسف على حبسهم 3 سنوات بعد قليل. تنظر محكمة جناح مستأنف مدينة نصر بعد قليل استئناف المتهمين المتسببين في وفاة السباح يوسف محمد نتيجة الإهمال والتقصير بنظر الاستئناف المقدم من الحكم و3 من طاقم الإنفاذ على حكم حبسهم 3 سنوات. الحكم بحبس المتهمين. وكانت قضية محكمة جناح مدينة نصر معاقبة الحكم العام لبطولة السباحة وثلاث منقذين بالحبس 3 سنوات على خلفية التسبب في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، بينما قضت ببراءة المتهمين من 5 وحتى 18 بينهم رئيس اتحاد السباحة من تهمة القتل الخطأ والاكتفاء بالغرامة وقدرها 5000 جنيه. وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديرها التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وكذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم وإخلاءها لهم خلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم وتعرضهم حياة الأطفال مشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر. بعد قليل نظر أول جلسات محاكمة نجل ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة. تنظر بعد قليل محكمة الطفل أول جلسات محاكمة نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، ذلك على خلفية اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. أمرت النيابة المختصة في وقت سابق بحالة نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي المخدرات ومقاومة السلطات. وتفاصيل التحقيقات كانت تسلمت نيابة القاهرة الجديدة نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. تبين إيجابية العينة للمخدر
الحشيش وشرب الخمر. وقرر قاضي المعارضة بمحكمة الجنايات المختصة تجديد حبس نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة حيازه وتعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات. عرض جثمان عامل ضحية زميله بسبب خلافات مالية في المنوفية على الطب الشرعي. قررت النيابة العامة بمركز السادات بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار عبد المنعم حشيش رئيس النيابة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو الخير المحامي العام لنيابات المنوفية نقل جثمان العامل المقتول على يد زميله بسبب خلافات مالية بينهم إلى مشرحة مستشفى شبين التعليمية بمحافظة المنوفية لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة. القبض على المتهم بقتل زميله. تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل عامل زراعي بقرية 84 التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية. تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل مسرح شاب أثار حادث قطار في قرية بالعياط. توصلت تحريات رجال المباحث ومديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبه جنائية في حادث مسرح شاب أحد قرى العياط. تبين من خلال الفحص أن الضحية يقيم بقرية كفر جراز صدمه قطار ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. وأكدت تحريات عدم وجود شبهة جنائية، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان أكدوا صحة التحريات وذكروا أن الحادث وقع بقرية القطور في العياط ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا. وصرحت جهات التحقيقات المختصة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وبشرت التحقيقات. وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بقرية بالعياط. توصلت تحرية رجال المباحث أن الضحية شاب تم تحديد هويته فقد حياته عقب نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبور السكة الحديد. حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب قرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته. حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار حول مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرا على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد أفراد الشرطة وهو يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي خلال تعامله مع أحد السائحين بمحافظة جنوب سيناء، وهي الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة. وكشف مصدر أمني مسؤول عن الحقائق الغائبة في الأزمة مؤكدا أن الواقعة المشار إليها ليست وليدة اليوم بل تعود إلى ما قبل 3 سنوات من الآن. أوضح المصدر أن الوزارة اتخذت في حينها إجراءات رادعة وحاسمة ضد الفرد المذكور، حيث تم إنهاء خدمته تماما من سلك الشرطة، وذلك لمخالفته الصريحة لثوابت الوزارة وقيمتها التي تضع احترام المواطنين والسائحين على رأس أولوياتها. اليوم الحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها في الجيزة. تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم ثلاثاء حكمها على المتهمين ميم ألف وزوجته ميم ح في اتهامهما بقتل سيدة ميم داخل مسكنها بدافع السرقة بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتي في إعدامهم. وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق حالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام بعد ثبوت ورطهم في ارتكاب الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمة استدرجت المجني عليها لمسكنها ثم استدعت زوجها حيث قام بالتعدي عليه وخنقها باستخدام قطعة قماشية حتى فارقت الحياة قبل الاستيلاء على مسروقاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول. وكانت تحريات المباحث صحة الواقعة مدعومة بتقارير من بينها تقرير الصفحة التشريحية التي أثبتت أن فيها نتيجة الخنق، إضافة تقرير المعامل الجنائية التي أثبتت وجود آثار المتهمة بمسرح الجريمة إلى جانب رسائل هاتفية كشفت تنسيق بين المتهمين. مسرع 3 طلاب أثر حادث موتوسيكلات على طريق تكرنس شربين بالدقهلية. لقى 3 طلاب مصرعهم أثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق تكرنس نيجير بمحافظة دجلية، وتم نقل الجسمان للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. وتلقى مدير أمن الدقهلية اختارا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مأمور مركز شرطة تكرنس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وموتوسيكل على الطريق الواقع بين تكرنس وشربين، وتحديدا أمام بنزينة قرية نيجير، ووجود ضحايا. وانتقال أمني وتحرك سيارات الإسعاف. وانتقلت
قوة أمنية من ضابط وحدة مباحث المركز سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ والبحث تبين تصادم درجتين رتان مادة لمصنع 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.